وانت بتظلم حد حاول تفتكر لو كنت مكانه وانت اللي بتتظلم، كنت هتدعي عليه بإيه؟ أو هتستنجد بمين ينجدك من ظلمه؟ أكيد بالله. طب خد بالك، لو المظلوم فوض أمره فيك لله، الظلم ظلمات يوم القيامة والدنيا زوال، وربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: خلقت الظلم وحرمته وجعلته بين عبادي محرما فلا تظالموا. اللي بيظلم حد لازم يفتكر إن ربنا قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بيقصد هنا بيها دعوة المظلوم، داين تدان. لما ربنا بيقول إنه هيغفر لعبده أيا كان غلطاته، فربنا هيسامحه ويغفر له الغلط في حقه هو سبحانه وتعالى. لكن حقوق العباد ما بتتغفرش إلا لو الشخص نفسه سامح. يعني أنت لو أذيت حد أو ظلمت حد وحجيت، ما تفتكرش إن ذنوبك راحت كلها بما فيهم ظلمك للشخص ده. لا، أي ذنب عملته في حق إنسان هتقف قصاد ربنا وتتحاسب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس في أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قبل ما تأذي حد وتظلمه فكر مليون مرة. سلام على كل هين لين سهل، من لا يشقى في صحبته أحدا.